أغرب ليلة قضيتها في المشرحة. قصة بلس 18 لأصحاب القلوب القوية فقط. يا جماعة اللي هحكيه دلوقتي مش قصة عادية، دي حادثة حصلت لي بنفسي وشفت فيها حاجات فوق الخيال. لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو حالا، لأن اللي حصل جوه المشرحة دي يخلي شعر جسمك يقف من الرعب. أنا دكتور شرعي اتعودت على الجثث والموت، بس اللي شفته في الليلة دي خلاني أنا شخصيا أترعب. أنا كنت لوحدي في البيت، الساعة قربت 2 بعد نص الليل. جالي تليفون من المستشفى: يا دكتور لازم تيجي فورا، في جثة خطيرة لازم تتشرح حالا. زميلي مريض والتاني في اجازة، فكنت انا الوحيد اللي يقدر يروح. قمت بسرعة، لبست وخرجت. المستشفى قريبة، وصلت خلال 10 دقايق. واول ما دخلت لقيت الدنيا مقلوبة، صريخ، توتر، والكل باصص لي كأني المنقذ. سألت عم ابراهيم حارس المستشفى: في ايه يا عم ابراهيم؟ رد وقال لي: الجثة اللي وصلت دي متاخدة من بيت مهجور، حالتها صعبة قوي، واهل الميت متهمين عيلة تانية من اللي زمان كان بينهم طار، وممكن تقوم حرب بعد التشريح. قلبي بدأ يدق. انا ممكن ابقى سبب في فتنة، بس شغلي هو شغلي. دخلت بسرعة وقلت للمساعد: جهز لي الجثة بسرعة. وانا رايح ناحية التلاجة النور قطع، وسمعت خبط جامد على الشبابيك والابواب. ناديت على المساعد: شغل نور الطوارئ. قال لي بصوت متوتر: شكلك دخلت من غير ما تستأذن يا دكتور. رجعت خبطت 3 خبطات على باب التلاجة زي ما بنسمع في الحكايات، وفتحت. النور رجع ولقيت الجثة على طاولة التشريح، ريحة بشعة. لبست الكمامة وقربت. الجثة مشوهة تماما، علامات خرابيش في كل حتة، وعينها مفتوحة ومجمدة كأنها بتبصلي. ايديها متشابكة على صدرها، وجلدها ازرق كأنها ماتت مخنوقة او مضروبة. اسنانها مكسورة، وانفها بينزل منه دم طازج، وده مستحيل يحصل بعد الموت. بدأت اشرح، واول ما لمست الجلد النور قطع تاني. زعقت: مش هينفع اشتغل كده، كفاية لعب عيال. النور رجع، لكن الجثة حركت ايديها لوحدها من على صدرها، والعين فتحت تاني. المساعد قال لي: انا مش مطمن، في حاجة غلط بتحصل. قلت له: اهدى، سيبك من الوساوس. رجعت اقرا آية الكرسي والمعوذات. النور قطع تاني والصراخ رجع. صناديق التلاجة بتتفتح لوحدها، خبط في كل مكان، صراخ بشري وغريب حوالينا. فضلت اقرا لحد ما النور رجع، لكن لقيت الجثة اللي كانت على الترابيزة اتبدلت بجثة تانية. المساعد كان خلاص هيهرب، لكن قلت له: نفتح الادراج ونراجع. قلبنا كتير لحد ما لقينا الجثة الاصلية في درج تاني. رجعتها وقلت بصوت عالي: انا هخلص شغلي مهما حصل. شغلت سورة البقرة على الموبايل، وهنا بدأت الكارثة. خيالات طلعت من حوالين الجثة، بيصرخوا وبيتحركوا بطريقة مش طبيعية. المساعد وقع واغمى عليه، وانا فضلت واقف. فتحت بطن الجثة ولقيت مفاجأة: اكياس قماش صغيرة وعليها طلاسم غريبة. طلعتهم. اول ما مسكتهم حسيت بحاجة خبطتني، وقعت على الارض. صحيت على المساعد وهو بيصرخ: دكتور فوق فوق. صحيت وطلبت مقابلة وكيل النيابة فورا. قلت له: هات لي حارس البيت اللي لقوا فيه الجثة حالا. جابوه، راجل كبير في السن، باين عليه مخبي سر. قلت له: لو ما قلتش الحقيقة هقول انا، وساعتها مصيرك معروف. قال لي بصوت مرعوب: انا كنت شغال معاه، الراجل ده كان بيشتغل في السحر، وبيستخدم الجن لإيذاء الناس، خصوصا عيلته وعدوه، وكان دايما يقول لي: الامان في بطني، محدش يقدر يقرب مني، لو موت هم هيحموني. ولما مات انا اخدت اجازة عشان مراتي تعبانة، بس رجعت لقيت البيت كله خيالات وصراخ. عرفت انه مات، وانهم مش هيسيبوا جثته في حالها. النيابة قررت نحرق الطلاسم. ولعناها وسمعنا صريخ رهيب، كل اللي في الأوضة سد ودنه، الكراسي بتترمى، الورق بيتناثر، والنور قطع. بس وكيل النيابة بدأ يقرأ قرآن، وانا صرخت: بسم الله الله اكبر. ولعت القماش والصراخ كان مرعب، وفجأة سكون تاني. وكيل النيابة بصلي وقال: الوفاة هنسجلها طبيعية، واللي حصل ما يتقالش لأي حد. لو وصلت لحد هنا انت انسان قلبك حديد، بس اوعى تفتكر ان اللي شفته كان كل حاجة. اللي حصل بعدها لسه ما اتحكاش. لو عايزين الجزء التاني انزل دلوقتي اعمل لايك وعلق وشارك الفيديو، وخلي الكل يسمع القصة دي. تابعوني لان اللي جاي اكتر رعب من اللي فات.